نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك تعامل يختلف من منطقة عن منطقة من ناحية الحكومة المركزية في سبيل لغرض تقديم الخدمات في أغلب مناطق المحافظة، ولكن الذي نلاحظه أنه منطقة سهل نينوى وتل عفر وسنجار وقسم من المناطق هنا أو هناك لا تنعم بالخدمات كما تقدم لمركز المحافظة وإلى جنوب الموصل. هناك تبلير شوارع، بناء مدارس، ولكن هذه الأمور لا نلاحظها في هذا المناطق، دليل على ازدواجية تعامل الحكومة المحلية. نتأمل خيرا من حكومة السيد السوداني والإطار التنسيقي التي نبارك لهم تشكيل الحكومة، وإن شاء الله تأمل خيرا في سبيل إحقاق الحق والتساوي في الحقوق لكل العراقيين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يأثر تأثير كبير على هاي المناطق، لأنه من يوجد صراعات سياسية في داخل المحافظة ينعكس علينا سلبيا. يعني ما معناه أنه ماكو خدمات للأقليات، لأن ماكو واحد يمثلنا في محافظة نينوى. اكو احزاب كبيرة في محافظة الموصل، هم اللي ياخذون الخدمات، ياخذون المشاريع لمناطقهم. اما في سهل نينوى او في تل عفر او في سنجار ما عندنا تمثيل. الشبك ما عندهم تمثيل في المحافظة حتى يروح يداعينا على الخدمات، فبالتالي انه هذا صراعات سياسيه ياثر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حقيقة كما تعلم الصراعات السياسية وحتى الصراعات الدينية والعرقية والإثنية في العراق أثرت تأثيرا تاما، وبالتالي أن العنف الذي كان يحصل في العراق من خطف وقتل وإرهاب وتفجير وسيطرة داعش، كان هذه الأمور أكثرها أمور عرقية وخلافات وعنف وإلى ما شابه. وبالتالي اليوم لا نقبل بأي عنف، لا نقبل بأي استحواذ على السلطة لغرض المكاسب للحزب. اليوم عندما تريد استلام منصب المحافظ أو مناصب مدراء عامين في المحافظة، إذا كان في بالك أن هناك استحواذ على هذا المنصب لأجل مكاسب سياسية، لأجل الدخول في المقاولات والمناقصات وإلى آخره، أتصور الحكومة الحالية سوف لن يقبل بهذا، ونحن لن نسكت على هكذا أمور. اليوم محافظة نينوى تحتاج إلى الابتعاد عن العنف والتوجه نحو الإعمار ونحو توفير الخدمات وتوفير الأمن للمواطن وتوفير الكهرباء والمياه إلى آخره. أما إذا رجعنا إلى المربع الأول، أيام الذي تتذكرون المحافظ الأسبق السيد النجيفي، عندما كان هناك طائفية وكان المحافظ يتحدث بطائفية وكان هناك قتل وإرهاب في المحافظة، أتصور أهالي مدينة الموصل والشارع الموصلي أدرك الآن خطورة هذا الوضع، والآن كل أهالي الموصل متعاونين تعاون تام مع القوات الأمنية، مع الحشد الشعبي، مع الحكومة، وبالتالي فلن يقبلوا أي عنف أو استحواذ على السلطة لأجل المناصب. حقي قرآن لغطي بيمشي أولين أنا معاناة المجاري هكذا راسا إسلامك كيف الطرق تركت ما مجاري قايم مقام قائم كذا. أستاذ محمد أنت ما ظل إلا هاي اللقطة، واتم عاد هاي اللقطة أكبر معاناة لعد شنو قيسات تجيب كتب